أتشرف بوجودكم معي، منتخبنا الوطني البطل والكادر التدريبي والإداري. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أشرقت بكم أرض النجف، تشرفنا بوجودكم معنا بعد هذا الفوز العظيم بكأس الخليج العربي يا أسود الرافدين، وشكرا لكم على هذا الفوز والانتصار الذي أدخل الفرح والسرور على قلب الشعب العراقي المظلوم الذي كثرت أحزانه وقلت أفراحه، إلا منكم تقدمون الأفراح على طبق من ذهب للشعب العراقي، فجزاكم الله خير جزاء المحسنين. أنا أدري مرات تصير على بعضكم هجمات بالفيسبوك وما فيسبوك وبالمواقع التواصل الاجتماعي، خلي صمامة هنا وصمامة هنا، ما لك علاقة بكل شيء نهائيا. هي مجرد تعليقات يحصلون بها لايكات، شو لك علاقة بهم؟ انت العب، انت بقولك وهدفك ودفاعك وهجومك ووسطك راح تسكتهم وتخرسهم. انصحكم ايضا بعدم التأثر بالأجواء السياسية، ما لكم علاقة نهائيا، وكأن الشيء لم يكن. سلبية إيجابية أي شيء ما لكم علاقة، أنتم منتخب تمثلون الوطن، تمثلون الشعب، لا سياسة ولا سياسيين ولا أي شخص آخر، زين، ولا حتى أني، أنتم تمثلون الوطن. إنه استعدوا للوصول إلى كأس العالم، وإن كان هي بأمريكا بس ما يخالف هالمرة، والاستعداد ترى مو بسيط، تحتاج لكم مثابرة، جهود، مع وجود الكادر، مع وجود الأخوة، فيحتاج إلى جهد كبير للوصول إلى كأس العالم. هي فرحتنا الأكبر من فرحة كأس الخليج العربي.